لما النرجسي يفقد أمه اللي كانت واقفة في ظهره وبتساعده في ظلمه. النرجسي عنده علاقة معقدة جدا مع أمه. أمه هي مصدر الإحباط اللي أدى أصلا للعدوان المكبوت أو اللي أدى أصلا لنرجسيته. هي اللي تسببت في الصدمة النفسية اللي حصلت له في الطفولة. هي اللي وقفت نموه العاطفي بطريقة صحية، إنه ينمو بطريقة صحية في فترة المراهقة. عادة الأم دي بتكون نرجسية، دايما كانت بتتصرف معاه بنرجسية وبشكل متقلب، تعاقبه شوية وتكافئه شوية بشكل تعسفي جدا. يا إما كانت بتديله مشاعر بزيادة قوي قوي، يا إما كانت مهملة جدا لمشاعره وإحساسه ودائمة الإحباط والاستهزاء بيه. ممكن كمان يكون عندها دايما توقعات غير واقعية من ابنها ده، عايزاه دايما الأول في كل شيء، الأول في التدريب، الأول في المدرسة، الأول حتى في اللعب اللي هو بيلعبه لازم يبقى ليفل 1. عشان كده في الغالب الأم دي بتفضل عايشة جوه النرجسي وما بتموتش أبدا. بتفضل عايشة عشان تعذبه وتضطهده وتنتقده أو تسيء معاملته بأي شكل من الأشكال. بتفضل عايشة جواه لفترة طويلة بعد ما تموت. رد فعل النرجسي بقى على وفاة أمه دايما بيكون مختلط، بيكون عنده أحاسيس متساوية من الفرحة والحزن، الحرية المطلقة الممزوجة بالحزن. النرجسي بيرتبط بأمه مش بالطريقة الطبيعية اللي كلنا بنرتبط بيها بأمهاتنا، هو مرتبط بيها بنفس الطريقة اللي بترتبط بيها الرهينة بالشخص اللي خاطفها، متلازمة ستوكهولم. زي ما الضحايا بيتعلقوا بالمعذبين بتوعهم، أو زي ما السجناء بيتعلقوا بحراسهم. تخيلوا بقى لما تكون علاقة العبودية دي موجودة، لأنها فعلا علاقة عبودية. النرجسي بيحس بإيه؟ بيحس بالضياع لما أمه بتموت، زعلان وفي نفس الوقت فرحان. هيعيش حياته بحرية وفي نفس الوقت هيعيش تايه من غير توجيهاتها. الأم النرجسية عادة ما بتكون مصدر ثانوي للوقود النرجسي. هي إيه وظيفتها؟ وظيفتها إنها تبقى شاهد على اللحظات العظيمة في حياة النرجسي وتسجلها له، وبعدين ترجع تشغل له الشريط اللي هي مسجلاه، تعيد تشغيل واسترجاع اللحظات دي للنرجسي. البلاي باك يعني. البلاي باك ده بيساعد النرجسي إنه يفضل ياخد وقود بطريقة مستمرة. تفضل تفكره بقد ايه هو كان شاطر، بقد ايه هو كان متميز، بقد ايه هو كان وسيم وبنات الجامعة كلهم بيجروا عليه. بتفضل تفكره بكل ده. يبقى هي مصدر جيد جدا للوقود، مصدر ثانوي لكن مستمر. عشان كده الأم النرجسية بتمده بالوقود بشكل منتظم وقوي، فموتها خسارة كبيرة للنرجسي لأنها من أفضل مصادر الوقود بالنسبة له. علشان كده موتها بمثابة ضربة مدمرة للهدوء العقلي للنرجسي. النرجسي في الوقت ده بيدخل في مود اكتئاب، لازم يوفر مصدر إمداد دائم ومنتظم ومستقر زي أمه بالظبط، وإلا هيحس بالضياع. الصدمة بقى اللي مش هتصدقوها إن النرجسي بيكون دايما عايز أمه علشان يعاقبها، يعاقبها على الحالة اللي هي وصلته ليها. عايز يعاملها زي ما كانت بتعامله، عايز يعاقبها زي ما كانت بتعاقبه، عايز يعرفها إن معاملتها ليه هي السبب في اللي هو وصله. عشان كده لما أمه بتموت بيدخل في دورة كبيرة جدا من الغضب واليأس، ويرجع يحس بالذنب لأنه بيبقى فرحان إنها ماتت، فيحس بالذنب إزاي يفرح في موت أمه. لما بتموت أمه بيرجع طفل تاني بطريقة تلقائية وملوش يد فيها. بيحس إنه للمرة التانية تمت الإساءة ليه منها لأنها سابته وتخلت عنه وماتت.
طبعا دي الترجمة الحرفية لفيديو سانفاكنين. أحب أزود عليها كمان إن لما بتكون الأم نرجسية وابنها بيطلع نرجسي، بتكون العلاقة بينهم علاقة عجيبة جدا، علاقة كره. هو ما بيحبهاش، ما بيحبهاش، هو بيكرهها وبيستغلها، وهي كمان بتستغله. وللأسف الضحية اللي وقع في النص بينهم هي الزوجة. الزوجة اللي بيقع عليها كل أنواع العذاب وكل أنواع الظلم من الزوج النرجسي، وأمه شايفة وعارفة وساكتة. ما تقدرش أبدا تطلع ابنها غلطان، ما تقدرش أبدا تشوف أصلا إنه غلطان. دايما بتقف وراه في الظلم، دايما بتساعده، دايما بتقويه، لأن هو كمان مصدر من مصادر الوقود بالنسبة لها. هو اللي بيحسسها بوجودها، هو اللي بيحسسها إنها ربت وكبرت وعرفت تطلع واحد زيها بالظبط. ما بتصدقش عليه أي كلام وحش، ما بتصدقش إن هو فيه صفات مش كويسة، أو بالعكس ما بتشوفش أصلا إن الصفات دي صفات مش كويسة. ما بتشوفش أصلا إنه مقصر مع زوجته ومع أولاده. دايما واقفة في ظهره، دايما بتنصره في ظلمه، دايما بتقويه. علشان كده بيجري عليها وبيترمي في حضنها، لأنه عارف إن هي دي اللي هتحميه، اللي هتقف في ظهره، اللي هتأيده في كل حاجة بيعملها، اللي عمرها ما هتقوله انت غلطان وتقف قصاده، اللي هتفضل زي ما بنقول كده بالمصري تطبل له. هي دي الأم النرجسية. حتى لو هو فاق بعد كده وعرف إن اللي بيعمله غلط، وإن اللي بيعمله هو سبب خراب بيته، وإن أمه لما ساعدته في خراب البيت، بس أبدا ما بيقدروش يواجهوا نفسهم بالحقيقة دي. دايما بيبقوا عايشين في الظلم اللي هم عايشين فيه. دايما بيفضلوا إنهم يضحكوا على بعض، يخدعوا بعض. الاتنين لابسين ماسك، هي لابسة ماسك وهو لابس ماسك، وفرحانين جدا إن هما الاتنين بيضحكوا على بعض. كل واحد فيهم عارف إن التاني مش على حق أبدا. كل واحد فيهم عارف إن التاني ظالم، عارف إن التاني بني آدم مش طبيعي. النرجسي عارف إن أمه مش طبيعية، ومع ذلك بيجري عليها وبيتحمى فيها، لأنها الوحيدة اللي هتقوله أنت مش غلط، أنت صح. سيبك منهم، بكرة يعرفوا قيمتك. أنت ظالم يا حبيبي؟ أبدا، ده أنت أطيب منك وأحن منك مفيش في الدنيا. ده هي اللي مش فاهماك، هي اللي مش عارفة تحافظ على راجلها، هي اللي مش عارفة تحافظ على جوزها. خليك جنبي يا حبيبي، خليك جنبي، انا اللي عارفة قيمتك، وانا اللي عارفة اللي جواك ايه، وانا اللي عارفة طريقتك، وعارفة احتويك وفهماك. انا اللي فهماك، هي مش قادرة تفهمك. حتى لو بينكوا سنين عشرة، برضو انا امك وانا اللي فهماك. من وراه وهو مش موجود بتجيب في سيرته وبتقول عليه ما في الخمر، للزوجة، لاخواته، لاخواتها. لكن قدامه ربنا فوق وهو تحت. كل ده علشان هو بيمدها بالوقود، هو بيحسسها انها ام، بيحسسها انها رجعت لها تاني الحياة والروح، لما بدأت تاني تهتم بيه وهو يهتم بيها، وهما الاتنين تواجدوا في حياة بعض. تخيلوا بقى لما الأم دي تموت، والنرجسي يحس إنه ملوش ظهر، ملوش حد يقوله أنت مش غلطان يا حبيبي، تعالى في حضني، أنت صح. النرجسي يحس بإيه؟ بيحس بالضياع، بيحس
إنه رجع طفل وحيد، طفل تايه، أمه بعدت عنه ومش موجودة وهو مش عارف يلاقي طريقه. ده إحساس النرجسي بأمه، مش حب، مش حب أبدا، استغلال، استغلال وتعلق بالوقود اللي هي كانت بتديهوله، ومن جواه عارف ومتأكد إن اللي وصل ليه ده سببه أمه، سواء بالإهمال والاضطهاد أو بالتدليل الزيادة. في الحالتين السبب هي أمه. علشان كده بنقول لكل أم حافظي على أولادك، خلي بالك. مش معنى أبدا أبدا إنه ابنك إنك تساعديه على ظلمه وتقويه، ساعتها عمرك ما هتقدري تقفي قدام ربنا وتقولي له انا عملت كده ازاي، ازاي عينت ابني على ظلم. ولما ربنا يسألك ويقول لك كلمة زي دي، ازاي هتردي على ربنا سبحانه وتعالى؟ هتقولي له ايه؟ هتقولي له انا كنت عارفة انه ظالم؟ هتقولي له انا كنت عارفة انه قاسي على زوجته واولاده وبيدمرهم نفسيا وبيعمل معاهم اللي محدش يعمله، اللي مفيش اب طبيعي يعمله؟ هتردي تقولي ايه؟ خليكي صادقة وعادلة، اوعي تعيني ابنك على ظلمه مهما كان. وبالنسبة للأم النرجسية اللي بتعمل كده فعلا مع ابنها، بقول لها اتقي الله، اتقي الله، واعرفي ان ليكي يوم هتقفي فيه قدام ربنا سبحانه وتعالى. انا عارفة ان هما ما يعرفوش ربنا، سواء النرجسي او امه النرجسية، ما يعرفوش حاجة اسمها حرام ولا ضمير، ولا ما يعرفوش الكلام ده. ربنا يخلص منهم حقنا كلنا. حسبي الله ونعم الوكيل في كل أم أو اللي فاكرة نفسها أم تدمر ابنها وتدمر واحدة بنت ناس ملهاش أي ذنب غير إن هي وقعت في إيدين عصابة زي دي. وربنا يبعدنا عنهم ويطلعنا منهم على خير. أشوفكم الحلقة الجاية.